السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البامية بالملوخية او البامية بالتخضيرة. طبعا اول مرة تسمعوا عنها الاكلة دي عندنا في الصعيد. طبعا الاغلبية ما يعرفش اسمها او ما يعرفش بتتعمل ازاي او اول مرة يسمع عنها او اول مرة يشوفها يعني وكده. فانا هعملها لكم النهارده في الفيديو، هتعجبكم جدا 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 وهتعشقوها كده وهتعملوها كل مرة. كل ما تجيبوا بامية لازم تعملوها بالطريقة دي. انا جبت الباميه كده زي ما انتوا شايفين. اول حاجه لازم نغسل الباميه قبل ما نقطعها. شايفين انا بعملها ازاي؟ غسلتها كويس خالص وحشت في حاجه كده بتبقى لازقه فيها من فوق، حشتها وبعدين غسلتها كويس خالص. وبدات ان انا اجمع الباميه او اقطعها او اقلمها زي ما بتقولوا ببلدكم، او ممكن تسيبيها صاحيه زي ما هي وبتحش الحته اللي من فوق دي، بس زي ما بتحبي تاكليها اعمليها. يعني بقطعها الواحده على 3 لو كبيره، او لو صغيره بحطها زي ما هي، او بقطعها على 2. فانت زي ما بتحبي اعمليها. انا بعد ما غسلتها كده وبدات ان انا اجمعها، رحت هخلص كل الكمية دي وبعدين بقى هرجع لكم نشوف مع بعض هنعمل ايه. انا كده بعد ما جمعت البامية كويس خالص زي ما انتوا شايفين كده، قطعت كل واحدة على 2 او كل واحدة كبيرة على 3. جبت شوربة كده زي على قد الكمية اللي انت هتعمليها، شوربة اي نوع شوربة عندك، شوربة لحمة، شوربة فراخ، اي شوربة عندك موجودة. ونروح نحط البامية لغاية ما تستوي. انا نزلت بالبامية كده على الشوربة لغاية ما البامية تستوي تماما. شايفين كده البامية استوت معانا. هتعرف ازاي انها استوت؟ شايفين انا هعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الشوكة ونهرسها كده، هتلاقيها بتتهرس معانا بسهولة خالص كده، يبقى استوت. جبت كده قطعة من اللية، لو انت مش متوفر عندك اللية عادي مش مشكلة. وسبتها ان هي تسيح كده معايا. شايفين لما ساحت نزلت كده حاجة عاملة زي الزيت لما بتسيح. وحطيت معلقة من السمن عليها، وحطيت نص معلقة من الثوم المفروم، بس ما ظهرش ان انا حطيت علشان الكاميرا كانت فاصلة. وبدأت ان انا اقلب فيها لغاية ما تتحمر كويس خالص. وهنجيب معلقة من الملوخية تكون مطحونة طحنة كويس خالص في الكبة. اهم حاجة تكون مطحونة في الكبة طحنة كويس خالص. معلقتين، انا حطيت معلقتين من الملوخية على حسب الكمية طبعا اللي انت تعمليها. ممكن تقلل الملوخية عادي. وبدأت كده ان انا احمرها مع التومة، وبعدين طشيت بها البامية. وبس كده هنقلبها تقليبه كويسه كده علشان الطشه تدخل في الباميه كلها. وبعدين هنرجعها على البوتاجاز. يعني بصوا، مش هنكمل دقيقه ونحوشها من على البوتاجاز على طول. وكده الباميه تكون خلصت معانا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.